اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الكبدة الاسكندراني. طعمها جميل جدا، لذيذ خالص. تقدري تقدميها في السندوتشات، مش بتاخد وقت منك، مقاديرها سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. يلا بينا مع بعض نشوف طريقة تجهيز الكبدة. دول معلقتين توم مفروم. على فكرة الكبدة مفيدة جدا لعلاج الأنيميا، لعلاج فقر الدم. فيها زنك اللي بيقوي الجسم، بتحافظ على العظم والسنان، بتقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، بتقلل نسبة الإصابة بالالتهابات الرئة، بتقوي الجهاز المناعي، بتزود من طاقة الجسم. فيها زنك بيقوي الجسم. طبعا لما بنيجي نجيب الكبدة بنجيبها من مكان موثوق منه، من عند الجزار. شيلي الغلاف الرقيق اللي عليها وقطعيها قطع صغيرة جدا، ويفضل الكبدة الاسكندراني تكون شرايح رفيعة. بننزل عليها بليمونتين بنعصرهم. وطبعا احنا عارفين الليمون بيشيل الزفرة من الكبدة، من الفراخ، من اي لحوم. وننزل عليها بمعلقتين خل. وطبعا الكبدة اللي معمولة في البيت بتبقى طعم تاني خالص، بتبقى على الاقل انتي عارفة انتي عاملاها ازاي، وبتبقى مضمونة وبتبقى نظيفة. ننزل بعد كده بالبهارات بتاعتنا. بنحط معلقة كمون. عايزة تحطي معلقتين حطي، عايزة تعملي معلقة، بس انا هحطي معلقة كمون واحدة لان انا عاملة نص كيلو كبدة بس. ومعلقة فلفل اسود. بتنزلي عليها برضو بالملح، معلقة بهارات بسيطة جدا، ما كتريش البهارات. لو عايزة تستبعدي البهارات مفيش مشكلة، اكتفي بالكمون والفلفل الاسود. بعد كده بنزل بمعلقة ملح. انا بطبعي الاكل بتاعي مش بكتر فيه ملح، يعني لا احب الاكل مالح قوي ولا عذب قوي، وسط. فانتي دي حاجة ترجعلك حسب رغبتك. كان عندي هريسة شطة في التلاجة، الشطة دي حارة جدا. عايزة تعملي شطة حارة ماشي، باردة ماشي، حسب رغبتك. بس عايزة اقولك حاجة، ان الكبدة الاسكندراني حلاوتها ان هي تكون حارة، ان يكون الفلفل بتاعها سبايسي، بتبقى احلى من الباردة كتير. حطيت كمان معلقة شطة مطحونة. نقلب كله كويس جدا عشان المقادير كلها تمتزج مع بعضها. انا هعملها تاني يوم، مش هعملها النهاردة، يعني انا هسيب المقادير دي كلها في التلاجة، مش هعملها. لكن لو عايزة تعمليها في نفس اليوم ممكن اقل حاجة ساعتين 3، لان كل ما بتسيبي اي حاجة متبلة في التتبيلة بتاعتها فترة اكبر بتدي طعم احلى كتير وطعم مميز كتير. لكن لما بتستعجلي عليها مش بتشرب التتبيلة اللي انتي عاملاها. وده شكلها النهائي بعد ما طلعت من التلاجة، سايباها ليلة كاملة. يلا بينا نشوف الخطوة الأخيرة. طاسة على النار وانزل عليها بالزيت، واسيب الزيت لما يسخن جدا جدا عشان تعملي صدمة للكبدة، عشان المسام بتاعها يقفل. واول ما الزيت بيسخن بنزل عليها بالكبدة. كده نزلت بالكبدة بتاعتي على الزيت السخن.
بنقلبها تقلبتين وبعد كده بسيبها بغطيها او من غير ما تغطيها عادي مفيش مشكلة. بتسيبيها 5 دقايق على النار. ما تزوديش عن كده لانك لو سبتي اكتر من 5 دقايق الكبدة بتنشف والقيمة الغذائية بتاعتها بتروح. وده شكل الكبدة بعد ما استوت. نقفل عليها النار وبعد كده نحطها في الساندوتشات. فتحت الساندوتش بالمقص وحطيت عليه الكبدة، وبعد كده بحط عليه الكاتشب، ولو عندك طحينة برضو هيبقى طعمها حلو قوي. حقيقي الكبدة ريحتها تحفة تحفة وطعمها جميل قوي وشكلها كده بتتكلم عن نفسها. شايفين جمال الساندوتشات؟ جربيها هتعجبك وتدعيلي ان شاء الله. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. شير ولايك وسابسكرايب لقناتنا على اليوتيوب عشان تقدري تشوفي كل الفيديوهات اللي بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.